الله أكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللي أنا بتكلم عليه دلوقتي بتوع الإعدادية، بنات الإعدادية وبنات وصبيان الإعدادية، لازم يا أم تفتحي عينيكي قوي ليهم، لازم تصحي، لازم ما تديش بنتك أمان قوي، ما تديش لابنك أمان قوي. لا 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 لا، ده أنا بنتي، لا يا ماما، ده ما فيش بنت في المدرسة كلها زي، لا ما تقوليش كده، تديش امان قوي كده. ودايما كل يوم بعد يوم تفتش الشنط وتحطيهم مكانهم، ما تقولهمش ان انا بفتش شنطتكم، عشان العيله تحط ما هي عايزه تحطه. ولو شفتي بعد الشر حاجه في الشنطه لازم تبلغي ابوها. هتقولي لا يا لهوي ده يموتها، مش هيموتها، بس هيصوم عيلته، هيصون عيله. تعالى حبيبي، طب انت تقول له ايه؟ ناخد الحاجات بالراحه. لقيتي مثلا عيله كدابه جواب، عيله تكلم صاحبتها كلمه غلط، عيله مش عارفه ايه، لازم نلحق العيال دي في اولها، لان دول بيبقوا مراهقين، عيال اطفال. اصحي وصحصحي ابوها، وخلي ابوها معاكي في ايديكي، مش مثلا يبقى ابوها لا 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 انا اقولوش يا لو ده يكون ده يبهدل. لا، لازم الاب يعرف كل حاجه، لازم الاب يقف مع عيلته في كل حاجه، ينوبك ثواب في العيله. لكن لو انت قلت لها والنبي، لو قلت لابوكي لا يعمل ويسوي ويبقى، ما البنت عارفه انك مش هتقولي له، عارفه ان انت خايفه تقولي له. لا انا مش خايفه اقول له. لو انا بحب بنتي همسك بنتي انا وابوها، همسك ابني انا وابوه. تعالى حبيبي، دي عيال وحشه، دي عيال مش عارفه ايه، اوعى تحط بقك سجاره، اوعى تشرب من حد، اوعى تاخد جنيه من حد من مدرسه، اوعى تمشي معاهم، اوعى يقول لك تعالى نروح في الحته الفلانيه، نقعد على قهوه كذا. لازم الكلام ده يتقال للاعداديات، ولازم البنات تفتش بتوع الاعداديات. اوعي تفتكري ان بنتك ان هي قدامك ملاك، لا دي بره مش ملاك. انا مش بقول على اي بنت إن كان، على فكره عشان خدوا بالكم، انا بقول على اي بنت خلقها ربنا لازم اخد بالي منها، ولازم اصحى لها، ولازم اخليها تصلي قبل ما تخرج من باب البيت، عشان ربنا يحرسها من اي بنت وحشه، من اي بنت سايبه، من اي بنت جنبها بتتكلم كلام سافل. بنتي يبقى ربنا محصنها كده قبل ما تخرج من باب بيتش. ونفس الواد برضه خلي ابوه يصاحبه، ولو لقيتش عليه بعد الشر اي شيء امسكي يوم الحزام ودخليه على ابوه، مش الحزام ان ابوه يضربه، لا حزام العيل. يلا حبيبي تعالى كده واحكي لبابا، بابا هياخد كل حاجه براحه. الحاجه دي بقى مش عايزه ايه، لا يا ابني مش عارفه ايه، لا يا ابني ايه ده انا مربيكوا، ده انا تعبان، ده لا 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 لا، ولا الكلام ده كله ساعتها هيخش في دماغ عيل. انا عايزاكم تصاحبوهم، تصاحبوهم قوي قوي قوي. تعالى حبيبي، ايه اللي انت كاتبه ده يا حبيبي؟ ايه بنتي عبيطه، ده ايه ده كلام اهبل، كنا زيك بنعمل اكتر من كده، بس الزمن علمنا ان البنت المحترمه محترمه واحنا محترمين. مش احنا يا حبيبتي اللي نعمل كده، مش احنا نكلم البنت السافله ديت، مش احنا اللي نقعد جنبها. لا يا حبيبتي، دي لا، البنت دي اذا كنت انت ترجي انت، انا ما رضيش بنتي حبيبتي تقعد، تاخدي العيله كده بنعوميه ولطافه. المهم احسن تليفوني هيقفل، مش والله ما عرفت كان بيسجل ولا انا بسجل على الهوا. المهم اللايك والشير والاشتراك. عايزه اعمل على يوم الجمعه كده الجاي اخد الدرع بقى ان شاء الله باذن الله. انا نفسي بقى، نفسي افرح، ونفسي ولادي الاثنين، انا معايا ولد وبنت بس ما لحقتش، عايزه ان هم يفرحوا معايا، احنا 3 نفار مش اكتر من كده في البيت. المهم انا بكلم ايه الراجل، خلاص انا خلصت البنات والصبيان، يعني باذن الله نعمل ايه؟ ما تناميش يا ام، ما تناميش والبنت ماشيه الصبح، ما تناميش لما البنت تيجي بعد الظهر. على حبيبتي عامله ايه، روحي روحي انزلي هاتي لي جاز، هاتي لي كذا، فتيش شنطتها كلها كراسه كراسه، ورقه ورقه. والله لا يقدر لو شفتي حاجه على ابوها، تعالى نعمل كذا ونسوي كذا، نحمي عيالنا.
احنا عيالنا من الوباء اللي بره. عيالنا متربيه، وقبل ما يخرجوا لازم القران الكريم يبقى ولع في البيت. لازم العيله تصلي وتبقى مهيئه نفسها كده ان هي تخرج، وتقول القران يا بت قبل ما تخرج، يا بت يلا يا حبيبي، يلا يلا يا قلبي، يلا يا قلبي كده صلي كده واقرا كده قران كده، ويلا كده انا عندي شغله منكم. تخلي العيله تفرح وهي خارجه كده مبسوطه كده. المهم، انا عايزه اقول بقى لكل راجل، انت بقى بتخرج